السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم البنات واحد لاطاق اللي حتى هي كتجي بارده. وهذه اسهل منها ما كاينش، يعني سهله بزاف، ما كتطلبش المقادير بزاف. اخر مره كنت درت هذيك لاطاق كلاصي، البنات قالوا لي لا راه فيها المقادير بزاف ياتو. اليوم غادي نحضر معكم واحد لاطاق سهله كيف قلت لكم، يعني وصيفيه. في هذا الوقت يعني كنبغيو بزاف بحال هاد لي طارت هادو كيكونوا كلاصي وداكشي. اذا البنات نبداو في المقادير. عندنا غنبدا معكم مرحله بمرحله. عندنا هنا البنات البسكوي اللي كنديرو ديما. عندي هنايا تقريبا باكيه. كيف قلت لكم البنات ديما العبار 4 ديال الباكيات ديال درهم ديال صابلي. الا بغيتو ديروا اي بسكوي عندكم ديروه. هذا كيتباع تقريبا باكيه ب5 دراهم، فيها واش 20 حبه تقريبا بحال هكاك. صافي البنات، غادي نوجدوا هاد الطبقه ديال البسكوي كيف ديما. غادي نديروا معاها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده سبيسيال، و 2 معالق كبار ديال الحليب. البنات انا هادشي كامل غادي نكتب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي من بعد البنات ملي غادي نوجدوا هاد الطبقه ديال البسكوي غنوجدوا ان شاء الله لا كريم شونتي. المهم نبداو ان شاء الله دابا بهاد الطبقه هذه. غادي نطحنوا هاد البسكوي هذه. المهم نتوما يمكن عرفتوا المراحل ديال هاد التشيز كيك ولا لاطاط. غادي اذا البنات كيف ما كتشوفوا انا طحنت هذاك البسكوي، خليته كيتقرمش واحد شويه. دابا غادي نضيف عليه الزبده اللي ذوبت هنايا. بغيتي ديروا البنات داك دانيت شوكولا ولا كراميل ولا بلاصه هاد الزبده والحليب ديروه. شوفوا نتوما اللي بغيتو. انا غندير هنا 2 معالق ديال الحليب. كاين اللي كيكتفي غير بالزبده صافي، ولكن هاد الحليب كيعطي واحد المذاق. صافي البنات كيف قلت لكم انا درت هنايا الزبده والحليب. ها نتوما شفتوا يعني ما كيكونش عاقد بزاف، غير شويه. هنايا البنات خديت هاد اللومول هذا اللي كندير ديما، درت عليه السلوفان، وهذا الطبسيل اللي كنقدم فيه. صافي البنات انا غادي نحط هاد هاد البسكوي هذا غادي نديرو هنا في هاد اللومول. انا درت اللومول البنات صغير بزاف غير باش تجي الطبقه شويه عاليه. نتوما اي مول عندكم كيتحل استعملوه. صافي البنات دابا غادي نكمل هكا. ديما البنات كنقول لكم طلعوا من جناب هذا البسكوي هذا غير احتياط لا تكون لا كريم ولا شي حاجه غادي تخرج لكم من المول. المهم غير احتياط وصافي. صافي البنات غادي نكمل هكا، وغادي ندخل ان شاء الله الفريغو غادي باش تشد في راسها، ومن بعد غادي نطلع هاد لا كريم. صافي البنات دابا غادي نطلع هاد لا كريم شونتي، هاد العلبه هادي. الا ما عندكمش ديروا الكريمه السائله. المهم انا غنستعمل هذه. غادي نطلعها مع كاس الحليب بارد، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف عليها حتى تطلع. غنضيف عليها 2 دانيت كراميل، وعندي هاد الفلون ديال كابوتشينو. ما بغيتوش تستعملوا هاد الفلون ما تستعملوش، ولا ديروا ديال الكراميل حتى هو كيجي زوين. المهم انا اليوم بغيت نجرب هاد الكابوتشينو نشوفوا كيفاش غادي يطلع ان شاء الله. كيف قلت لكم البنات دابا غادي نطلع هاد لا كريم شونتي. صافي ومن بعد نضيف عليها دوك المقادير. صافي البنات دابا طلعنا ديك لا كريم شونتي كما كتشوفوا، ها هي طالعه. دابا كيف قلت لكم غادي نضيف عليها داك الدانيت كراميل. تقدروا تاخذوا دوك الدانيت الصغيورين حتى هو كيجي زوين. صافي البنات وغادي نضيف داك الفلون ديال الكابوتشينو. هنا فيه
تقريبا الوزن ديالو 55 غرام، كيوزن 4 ديال الناس. هذا البنات راه فيه سنيده، يعني ما كاينلاش نديرو فيه زعما سنيده. صافي البنات، وغادي نطلعوهم ومن بعد نجبد داك البسكويت ديالي من الفريغو صافي البنات، خلطت كلشي هنايا. المهم انا ضقت واحد شويه هذاك المذاق ديال الكابوتشينو، صراحه خطير بزاف، غير جربوه البنات. صافي غادي نخوي ان شاء الله على كلشي، ومن بعد نديرو في الفريغو على ما يجمد ليا صافي. ومن بعد غادي ندير واحد الكلاصاج حتى هو كيجي خطير بزاف وزوين، يعني تقدروا ديروه في اي كيك اولا اللي بغيتو زعما كيجي رائع بزاف. اذا البنات بعد ما درت داك لاطاغ ديالي درتها في المجمد، غنخليها واحد 4 السوايع حتى الليله كامله في الفريكو. عندي هنايا غادي نصاوب واحد الطبقه ديال الكراميل، يعني كتجي بحال النوكا، غنديرها فوق ديك لاطاغ. عندي هنايا اللوز والكاوكاو كونكاسي مخلطين. غلبت هنا اللوز على الكاوكاو، المهم تقدروا ديروا نتوما 5 دراهم بحال هكا عند العطار. وشديتو هنايا درتو فوق العافيه حتى خدا هذا اللون الذهبي هكا، يعني قرملتو واحد شويه ماشي بزاف، غير شويه. عندي هنايا نص كاس ديال الماء مغلي يعني طيب. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب غادي نخلطو مع معلقه ديال مايزينا. وعندي هنايا كاس ديال سنيده اللي غادي نصايبو بها كراميل دابا. غادي نشدو واحد الكاسرونه اللي ما كتلصقش، غادي نديرو هاد الكاس السنيده يعني حتى غيشد لنا داك اللون الذهبي كيف كنقول لكم. اذا البنات كيف ما كتشوفوا هو ولا ليا هنا كراميل. ديك السنيده اللي داك الكاس ديال السنيده اللي درت هنايا ولات ليا كراميل، ما تخليوهاش بزاف البنات تحرق. غادي نضيف عليه هذاك الكاس ديال الماء مغلي. علاش البنات كنقول لكم مغلي؟ الا كان بارد بزاف غادي يتكتل لينا وغادي يتجمع لينا، ما غيبقاش مزيان. عندكم البنات وجهكم حضروا مع فاش كتبغيو تصايبوا الكراميل راه صعيب شويه. ردوا البال مع وجهكم البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا غنبدا نضيف الحليب بشويه بشويه هو والنشا. انا وليت خايفه. غادي ضفت هنايا واحد نص كاس ديال الحليب مع معلقه ديال النشا كبيره. هاد الكراميل البنات صعيب باش تصايبوه على قبل وجهكم وصافي. اوياكم ديروا الماء بارد حيت كيبدا يتكتل وكيبدا يطير على الوجه. اذا البنات غتبقاو مع هاد الكراميل حتى يعقل مع داك النشا اللي فيه، كيبقى غادي مع العافيه وكيتقال صافي. ملي كيتقال لينا كنحيدوه كنطفيو عليه العافيه وكنضيفوا ديك المعلقه ديال الزبده حتى سبيسيال ديال لاباط اللي بغيتو. صافي غنبقى نخلط هنايا هاد الزبده هادي حتى تذوب لينا. اذا البنات هنايا انا زدت داك اللوز والكاوكاو. انا كيسحب لي كنصور الساعه مشى لي داك المقطع اللي فيه هاد كنخلط فيه اللوز وهذا. المهم درت هنا البنات هنايا بالمعقد ديك غير درت اللوز والكاوكاو هنا كيجي هذا بحال النوكا. انا بغيتو هكا يبقى ليا، بغيتو يبقى بحال هكايا شويه ما عاقدش، يعني كون بغيتو يبقى عقاد ليا داك الطبقه الثالثه غندير فيها الجيلاتين. انا بغيتو هكا يكون صحيح. دابا البنات جبت هاد لاطاغ ديالي غادي نديمو ليها. اذا البنات كيف ما كتشوفوا انا غير عالجت الموقف. انا في ساعه غادي ندير هاد الكلاصاج، غندير هاد الكراميل فوق هاد لاطاغ هادي وندخلها باش
تشد لي هاد لافورم الفوقاني، حيت درت لا كريم شونتي، درت المول صغير ولا كريم شونتي درتو كتير، ولا المهم المول باقي درتو صغير. صافي البنات انا غنطيطالي هاد الكلاصاج، وخاصني ندخلها في الفريكو. المهم نعالجو الموقف وصافي. نتوما البنات ديروا مول كبر من هذا، مول شو صغير. صافي البنات انا غندخل الفريكو في ساعه باش تشد في راسها هاد الطبقه هادي، وما غدوب ليا، وان شاء الله نتلاقاو في. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاغ ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم، ما تنساوش بارطاجيو وديروا جيم الى عجبكم هذا الطاغ ديال اليوم. شكرا لكم، تلاقاو